سويا مع فقرة أعدت خصيصا لاستعراض الاستعدادات النهائية بين فريقي الأهلي والزمالك في لقاء مباراة القمة التي سوف تكون اليوم إن شاء الله بعد قليل. الفقرة إن شاء الله أعزائي المشاهدين من تقديم أشرف صبري. عزيزي المشاهد، لو كنت زملكاوي ولا أهلاوي بندعوك عزيزي المشاهد للالتفاف حول شاشة القناة الثالثة. هنتابع معاكم المؤتمر الصحفي الأخير لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك. مشاهدينا الأعزاء، تأكيدا على حرص القناة الثالثة على التواجد في كافة الأحداث، بننقل لكم اليوم فعاليات المؤتمر الصحفي التحضيري النهائي لمباراة القمة بين قطبي كرة القدم المصرية، الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي. هذا المؤتمر مشاهدينا الأعزاء أقيم في استاد القاهرة، وحضروا مندوبين عن مديرية أمن القاهرة والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للأمن المركزي، أيضا مندوب عن هيئة النقل العام ومرفق إسعاف القاهرة، من أجل وضع الترتيبات النهائية لهذه المباراة. نتابعها معكم مشاهدينا الأعزاء من خلال هذا المؤتمر الصحفي والقناة الثالثة. هو الملعب احنا معاكم جنب التلفزيون وياكم، حتى الودن كمان عارفاكم، فاتحة الراديو بتستناكم. بعد انتهاء المباراة نزول أرض الملعب، جميع الصحفيين جميع المصورين نفتح أرض الملعب على طول ولا لا بنستنى تعليمات؟ لكن دي أساسا دي مسؤولية أولا المنظمين بتوع الاستاد. بالنسبة لي أنا في كل أنا أدخل الملعب أو عدم دخوله مش ده خاص بإيدي، أنا بأمن مندوب الاستاد خاص منظم الاستاد، دي مسؤولية منظم الاستاد. المباريات الأهلي المحلية البرامج الرياضية للتلفزيون مسموح لها بدخول أرض الملعب قبل المباراة وبين الشوطين وبعد المباراة، والحقيقة الناس ملتزمين، ولما بتبتدي المباراة بيطلعوا، وبين الشوطين لما بتبتدي المباراة بيطلعوا، وبعد المباراة. أنا ليا وجهة نظر بس في ماتش زي مباراة الأهلي والزمالك ده حاجة أمنية احنا ما نقدرش نتدخل فيها، فبنسيبها للأمن. ليه؟ بعد المباراة بتخلص لا قدر الله ما نعرفش ايه اللي بيحصل، لازم الأمن يأمن اللعيبة عشان يدخلوا أوضة اللبس، العملية ما تقدرش تتساب في الملعب كده، فهم دي حاجة بتبقى راجعة لهم. يسعدنا مشاهدينا الأعزاء مشاهدي القناة الثالثة أن نلتقي مع الأستاذ محمود علام مدير النادي الأهلي فرع الجزيرة. أهلا بسيادتك معانا، وكل سنة وحضرتك طيب، وبنقول مباراة القمة واستعدادات النادي الأهلي ليها. كل سنة وانتم طيبين ومشاهدين جميعا طيبين. بالنسبة لمباراة الأهلي والزمالك يوم الخميس بتقام الساعة 5. أسعار التذاكر 5 جنيه الدرجة الثالثة، 10 جنيه درجة ثانية، 40 جنيه للدرجة الأولى، 100 جنيه المقصورة الأمامية، 500 جنيه للمقصورة الرأسية. اتخصص الجزء اللي هو يمين المقصورة لجمهور الزمالك، وده دخوله من الباب القبلي اتجاه شارع النصر والمنصة، وخصص لجمهور النادي الأهلي الجزء يسار المقصورة، وده ابواب الدخول بتاعته من الباب البحري اتجاه طريق صلاح سالم. منافذ البيع اتحددت امام باب 10 المعرض، اسفل كوبري الفنجري، امام نادي الزهور، شارع عبد العزيز الشناوي بجوار جامعة الازهر، وامام بانوراما 6 اكتوبر. والابواب هتفتح للجمهور من الساعة 12 الظهر، وستغلق قبل بداية المباراة بنص ساعة او امتلاء ساعة نص ساعة اكيد، لان في مشكلة فعلا بتواجه الجماهير، بتكون معاها تذاكر وبتيجي قبل قفل الباب بساعة او بساعتين وبتلاقي ان الاستاد مقفول. ما هو احنا مرتبطين بساعة الاستاد. المدرج اي مدرج هيكتمل الساعه بتاعته هيتقفل، فممكن قبلها بساعه ونص على حسب ساعه. فاحنا بنناشد الجمهور ان يجي بدري، يعني بعد صلاه الظهر، ويشرفونا، والجو يعني هيكون جميل، خصوصا الماتش هيبتدي الساعه 5.
فيكون الجو كويس علشان الناس تقدر تاخد الاماكن بتاعتها. وهيئة النقل العام خصصت اتوبيسات من الميادين الرئيسية، وستبدأ الخدمة الساعة 11 صباحا بحيث ان هي تقدر توصل الناس للاستاد في حدود الساعة 12. تألف أهلي لحن زمالك، تألف أهلي لحن زمالك. انت أهلاوي انت زملكاوي، انت أهلاوي انت زملكاوي، الاتنين حلوين. ونلتقي مشاهدينا الاعزاء مع الكابتن عزمي مجاهد سكرتير عام نادي الزمالك عضو مجلس الاداره. اهلا بسيادتك. اهلا وسهلا. لو نتكلم عن ترتيبات نادي الزمالك لجماهيره في هذه المباراه. احنا مش مسؤولين عن المباراه دي، طبعا النادي الاهلي هو المسؤول بالتعاون مع هيئه الاستاد. انا كل اللي بتمناه ان كتنظيم والكلام ده هم اتفقوا على حاجات وما بتتمش زي كل اجتماع، لكن انا بقول ان اتمنى ان الاعلام طالب بيه وادارات الانديه طالبت بيه انه ينفذ، لكن ما فيش حاجه بتتنفذ. الحاجه اللي انا نفسي ان هي تتنفذ ان تبقى مباراه تليق بالقمه وتليق بسمعه الكره المصريه، وفي نهايتها الزمالك يكسب، بس ده اللي اتمناه. بس واحنا نتمنى من خلال شاشه القناه الثالثه بالطبع التوفيق للفريقين الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي. لو نتكلم بقى عن نقطه مهمه في تشكيل نادي الزمالك، وطبعا احنا عارفين ان نادي الزمالك هناك 3 عناصر شابه بتشارك، على راسهم نجم افريقيا ونجم منتخب افريقيا ودفاع افريقيا نجم منتخب الشباب امير عزمي مجاهد، وكمان محمود واحمد عمران. هل نقدر نقول ان الدفع بالشباب هيكون سمة هذه المباراه؟ والله هي في مفاجاه في التشكيل، بس اللي انا بطمن بيه ان حازم امام هيشارك، واحنا الحمد لله ان الفرقه يعني الهيكل الرئيسي بتاعها متكامل. يمكن هيبقى فيه دفع بوجوه جديده، ونتمنى في النهايه ان يوفقوا، لان احنا بقالنا 7-8 مباريات مستوى ثابت، وان شاء الله. لان انا اللي بيعجبني في كابرال ان هو عنده شجاعه وما بيخافش، وبيحط التشكيل اللي يتناسب مع المباراه والخطه اللي بتتناسب مع كل مباراه. في النهايه برضو اتمنى ان المباراه تليق بسمعه كره مصر، وفي النهايه الزمالك يكسب برضه. واحنا معاك بقى لابد ان ننتهز هذه الفرصه من خلال القناه الثالثه، وبنقول ان امير عزمي مجاهد نجم افريقيا جات له فرصه للاحتراف في ستاندر ليج البلجيكي. اخر هذه الاخبار، هل هيغادر نادي الزمالك؟ هل في احتراف فعلا بالنسبه لامير عزمي مجاهد؟ شوف حضرتك، احنا قفلنا هذا الموضوع ومفيش احتراف ومفيش اي تفكير في اي حاجه بتخص امير حاليا. كل التركيز في كاس العالم، وبعد كاس العالم في مارس يبقى في كلام تاني. لان انا ما اقدرش ان الولد دلوقتي، حتى هو رايه كلاعب قال لي انا ما اقدرش ان انا افكر في اي سفر او في اي احتراف في الوقت الحالي. كل التركيز في كاس العالم، وبعد كاس العالم ان شاء الله يبقى اللي له نصيب فيها يشوفه. بس انا شخصيا كأب وكسكرتير النادي كأب انا غير ان انا مش موافق ان هو يحترف في الوقت الحالي، ان هو يستنى لنهايه كاس العالم يبقى في كلام تاني ان شاء الله. بين الاهلي والزمالك محتارة والله، حب الاهلي والزمالك حيرني والله. انت اهلاوي انت زملكاوي، انت اهلاوي انت زملكاوي، الاتنين حلوين الاتنين جامدين الاتنين واعيين الاتنين هايلين. محتار اشيل مين ولا اشيل مين، محتار اشيل مين ولا اشيل مين، جوا عيوني. مشاهدينا الاعزاء، تيسيرا على جماهير الناديين نادي الاهلي ونادي الزمالك او نادي الزمالك ونادي الاهلي، بتوفر هيئه النقل العام خدمه خاصه لهذه المباراه. حول هذه الخدمه يسعدنا ان نلتقي مع الاستاذ مجدي ابراهيم مدير التخطيط بهيئه النقل العام. اهلا بيك معانا. اهلا وسهلا بيك. لو نتكلم عن الخدمه اللي بتوفرها هيئه النقل العام للمواطنين جماهير الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي للانتقال الى الاستاد. احنا عاملين خدمه من 6 ميادين، هي اللي هي التحرير والعتبة ورمسيس العباسية الأمارية القلعة. دول بيقوموا الخدمة منها
بعدد 150 عربيه، بالاضافه الى الخدمات المعززه على محاور صلاح سالم والطريق النصر والفنجري. دي بتتعزي فيه خدمات تانية، يعني بالاضافه يضاعف هذا العدد مره تانية او اكتر. هل في مواعيد معينة لبدء هذه الخدمة؟ هل هتكون خدمة دورية يعني هتكون كذا مرة ولا هتنتقل مرة واحدة بس؟ لا، الخدمة مستمرة من الساعة 11 قبل فتح الأبواب الساعة 12. بنبدأ الخدمة الساعة 11 بالنادين عشان يوصلوا هنا على فتح الأبواب على الساعة 12، وبنستمر في الخدمة لغاية قفل الأبواب. أسعار التذاكر لهذه الخدمة؟ الخدمة مستمرة يعني خدمة موحدة ب50 قرش، ما عدا العباسية ب25 قرش. وبرضه بتتيح الفرصة للعودة عقب انتهاء المباراة. انتهاء المباراة طبعا بنوصل إلى ميدان العباسية لغاية لما الجمهور كله ينصرف. بين الاهلي والزمالك محتارة والله، حب الاهلي والزمالك حيرني والله. انت اهلاوي انت زملكاوي، انت اهلاوي انت زملكاوي، الاتنين حلوين الاتنين جامدين الاتنين واعيين الهايلين، محتار اشيل مين ولا اشيل مين، محتار اشيل مين ولا اشيل مين، جوا جوا عيون مين. مشاهدينا الاعزاء، اذا كانت كل جماهير كرة القدم المصرية بانتماءاتها سواء كانت انتماءاتها مع النادي الاهلي او نادي الزمالك بتستعد لهذه المباراة، وهناك ايضا استعداد على قدم وساق في هيئة استاد القاهرة، ويسعدنا ان نلتقي مع المسؤول الاول عن هيئة استاد القاهرة والمسؤول الاول عن تنظيم هذه المباراة سيادة اللواء عبد العزيز امين، وكيل اول الوزارة مدير هيئة استاد القاهرة. اهلا بسيادتك معنا يا فندم على شاشة القناة الثالثة. اهلا اشرف، كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وحضرتك طيب، وقلوبنا معاك لنجاح تنظيم هذه المباراة، واحنا تابعنا من خلال المؤتمر الصحفي الترتيبات النهائية. لو نتكلم عن الترتيبات النهائية وماذا يحدث في استاد القاهرة حاليا لهذه المباراة. انا عايز اقول لك وهكرر دايما يا اشرف ان الاحداث متلاحقة ورا بعضها، كان الله في العون، والاستاد جاهز دوما، فما فيش مشاكل. هو بس المشكلة او ما فيش مشاكل ان شاء الله ان الاستاد بيتقسم نصين، نص الجماهير الاهلي ونص الجماهير الزمالك، هو ده بس الاختلاف عن اي مباراة، لكن الاجراءات كلها ماشية وعلى قدم وساق، وكل حاجة هتبقى تمام ان شاء الله. جماهير الاهلي تخش منين؟ جماهير الزمالك تخش منين بالنسبة لجماهير الدرجة الثالثة او الدرجة الثانية؟ وبالنسبة للمقصورة الرئيسية والدرجة الاولى ممتاز. هو بالنسبة للمقصورة الرئيسية والامامية ودرجة اولى يمين وشمال، دول درجة أولى يمين خاصة بالزمالك، نص المقصورة الأمامية خاصة بالزمالك اللي في جنب الدرجة أولى اليمين. الأهلي درجة أولى شمال خاصة بيه، وبرضه نص المقصورة الأمامية والرئيسية. جماهير الدرجة الأولى والثانية اللي قادم من صلاح سالم بيخش من الاستاد البحري، دي خاصة بجماهير الاهلي. اللي قادم من عند دار المدرعات، اللي قادم من الاستراد عند مدرسة الموهوبين نادي الزهور، دي خاصة بجماهير نادي الزمالك قدام قبر الجندي المجهول والمنصة. مظبوط كده، صح. حضرتك يمكن مع هذه المباراة في فعاليات الدورة الخامسة والثلاثون لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، هيكون في ضغط بدون شك على هذه المنطقة. من خلال المؤتمر هل تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة والمرور خاصة لمحاور مرورية معينة لمشكلة الباركنج كمان، الناس اللي جاية بعربياتهم تركن فين؟ هو الباركنج في الاستاد الخاص بيه موجود ومتوفر، بس انا بهيب بالجمهور في اليوم ده عشان في معرض الكتاب، واحنا هنا في مباراه هامه زي الاهلي والزمالك، انه كل واحد يسيب العربيه بتاعته ويشوف وسيله مواصلات يجي بيها عشان ما يعملش تكدس بالعربيات في المنطقه دي. لكن احنا في اماكن انتظار العربيات ومحددينها ومفيش مشاكل، بس لما الناس تيجي كده مجمعه كل 5 6 في عربيه بتهيألي يبقى ما يبقاش في تكدس في المنطقه دي اثناء المباراه.
سيادة اللواء عبد العزيز أمين وكيل أول الوزارة مدير هيئة استاد القاهرة، الكلمة اللي حضرتك توجهها من خلال شاشة القناة الثالثة لجماهير الناديين الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي. بقول لهم اللي هيلعب كويس هو اللي هيغلب، ولازم يبقى فيه غالب ومغلوب، واحنا نشجع ونشجع بروح رياضيه، وشجع فرقتك زي ما انت عايز، مفيش مشكله، لكن ما نخرجش عن الروح اللي هي المفروضه، لان المباراه مذاعه على قنوات فضائيه مصريه لاخواتنا اللي هم المصريين في الدول العربيه والدول الاجنبيه، فاحنا عايزين النهايه يطلع اليوم يوم جميل وظريف والناس خارجه سعيده، سواء كنت غالب او مغلوب. اللي هيغلب النهارده هيكسب بكره، واللي هيكسب بكره هيغلب النهارده، فالعمليه يعني ملاحقه بعضها. الاهلي والزمالك محتاره والله، حب الاهلي والزمالك حيرني والله. انت اهلاوي انت زملكاوي، انت اهلاوي انت زملكاوي، الاتنين حلوين الاتنين جامدين الاتنين واعيين الاتنين هايلين، محتار اشيل مين ولا اشيل مين، محتار اشيل مين ولا اشيل مين، جوا جوا عيون مين. مشاهدينا الاعزاء، من خلال كاميرا القناه الثالثه تابعنا معاكم فعاليات المؤتمر الصحفي التحضيري الذي اقيم استعدادا لمباراه القمه بين قطبي كره القدم المصريه الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي. بنقول عزيزي المشاهد رساله من خلال القناه الثالثه في نهايه هذا المؤتمر، بنوجه دعوه لجماهير الناديين للتشجيع بروح رياضيه. بنقول ان سحر كره القدم في انها فيها تشجيع، في ان فيها حماس، فيها اهداف، هناك فائز وهناك مهزوم، مش هنقول مهزوم، هنقول فريق لم يوفق. ونحن على ثقة أن جماهير الناديين لديها من الوعي أن تستوعب هذا الكلام، لأن الرياضة فيها قيم جمالية وخلقية مع المنافسة أيضا. احنا بنقول في نهاية اللقاء وفي نهاية هذه الحلقة أن احنا على ثقة بعد نهاية المباراة جماهير الفريق المهزوم هتقول لجماهير الفريق الذي يوفق جود بلاي، وجماهير الفريق الذي لم يوفق هتقول للفريق الفائز مبروك. بين الاهلي والزمالك محتاره والله، حب الاهلي والزمالك حيرني والله. انت اهلاوي انت زملكاوي، انت اهلاوي انت زملكاوي،